السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. زي ما شفنا متابعتنا النهاردة خاصة بحادث أليم وقع في إحدى المولات الشهيرة في منطقة سموحة شرق الإسكندرية. متابعتنا النهاردة خاصة بحادث سقوط إحدى الألعاب داخل ملاهي ملحقة في مول جرين بلازا في منطقة سموحة في الإسكندرية. طبعا زي ما شفنا في الفيديو حالة من الفزع والخوف أصيب بيها الأهالي بعد سقوط اللعبة، وبخاصة إن اللعبة كان موجود عليها عدد من الأشخاص حوالي 6 أو 7 أشخاص بينهم أطفال، وبمجرد سقوط اللعبة طبعا زي ما شفنا أصيب الجميع بحالة من الفزع. طبعا قوات الأمن والنيابة انتقلت لمكان الحادث وبدأت تحقيقات، وتم التحفظ على مدير المول التجاري الشهير وعلى بعض المسؤولين داخل الملاهي، ويتم التحقيق معهم. طبعا بالتأكيد يوجد حالة من الإهمال، ناس ما بتراجعش شغلها، ناس ما بتشوفش الصيانة الخاصة بالألعاب، ناس كل همها جمع الأموال فقط دون الصيانة أو إن هم يراعوا ربنا في شغلهم. وطبعا نتج عن ذلك الحادث الأليم اللي كلنا شفنا لقطات منه دلوقتي، وأصيب فيه 6 أو 7 أشخاص بينهم زي ما قلنا أطفال. طبعا حاجة تحزن، وربنا يشفيهم جميعا ويطمن أهلهم عليهم. دي كانت متابعتنا النهاردة، متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مواقع الأخبار وفي أي مكان بإذن الله هتلاقوه موجود هنا على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير في متابعات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.